بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بعتذر إن أنا اتأخرت عليكم بس أنا عندي شوية ظروف كده. المهم احنا النهاردة هنعمل الكشري المصري على أصوله. ناس كتير جدا بتطول في عمايل الكشري المصري. هنمشي بخطواتنا. عندنا هنا عدس بجبة وحمص الشام. أنا عايزة أقول لكم إن فيه ناس في ساعات بتبل حمص الشام ده من بالليل لتاني يوم علشان لما يجي يستوي معاها بسرعة. بصوا بقى معايا، أنا هابدأ أهو. يا دوب حمص الشام والعدس بجبة بحط عليهم مية مغلية، لازم تكون مية مغلية، وغطيهم واركنيهم على جنب ربع ساعة، وبعد كده تولعي عليهم النار. بصي، لا محتاجة ان انتي قبلها بيوم ولا اي حاجة، امشي بخطواته وانتي هتشوفي النتيجة. عندي هنا انا سايباهم على جنب، حلة فيها مية علشان أسلق المكرونة. وهنا حلة المقلاية تانية على النار، فيها زيت غزير، يعني كتري من الزيت شوية. وبعد كده هنحط البصل. في ناس كتير جدا تقعد تقطعه شرايح، لا ناس تانية تقعد مش عارفة تعمله بمكنة البطاطس. بصي، بالمبشرة العادية من الناحية التخينة. أنا جربت طرق كتير جدا ودي أكتر طريقة هتدّي معاكِ نتيجة كويسة. هتبشري البصل من الناحية الخشنة، وبعد كده تحطيه على النار. وادي البطاطس معانا ب ال ال آسفة، البصل معانا بدأ إن هو يتحمّر، المَيّة غليت، حطيت المكرونة. هنا حطيت مكرونة مرمرية من اللي هي الصغيرة، أنا باحبها في الكشري المصري. أول حاجة بتحطيها لإن هي بتاخد وقت في السِوَى شوية. في اللحظة دي ما تنسيش البصل إيدِك دايمًا تبقى فيه. أول ما يبدأ ياخد اللون اللي أنتم شايفينه ده، إيدِك دايمًا فيه واوعي تنسيه. في اللحظة دي أنا باجيب حلة ومصفى. الحلة دي اللي أنا هاعمل فيها الرز. باجهّزهم يبقوا جنبي علشان أول ما البصل يتحمّر يبقوا جاهزين معايا على طول. هنا ده طبق وباحط عليه منديل مطبخ، منديل طبقتين، وهتشوفوا دلوقتي البصل هيطلع معايا من غير ما هو متشرّب زيت ولا أي حاجة. هتشوفوا مش هتصدقوا نفسكم إن المنديل ما جاش عليه يعتبر زيت، غير بسيط جدًا. المهم أول ما شوفوا بقى في اللحظة دي عدّى حوالي ربع ساعة. ال الحمص الشام والعدس بجبة بدأ إن هُم ينفشوا، بدأ إن هُم يكبروا شوية. هاقوم أزوّد لهم المَيّة بتاعتهم وأبدأ أولّع عليهم النار. مش بياخدوا وقت خالص في السِوَى على النار. ال المكرونة المرمرية بعد ما استنيت عليها شوية، هابدأ إن أنا أنزل هنا المكرونة الأقلام. آسفة، المكرونة الاسباجيتي. المكرونة الاسباجيتي لازم بتقسميها ل3 أنصاص. بعد كده هنا المكرونة القواقع دي أنا باجيبها مخصوص عشان الكشري المصري، أنا باحبها جدًا في الكشري المصري. بعد كده في اللحظة دي ال البصل، إيدِك في الوقت ده ما تسيبوش. بُصّي، طول الوقت إيدِك فيه علشان ما يتحرقش منِّك ويطلع كُلّه متحمّر بنفس الدرجة. بعد ما ب ما ما خلاص اتحمّر معانا هنا أهو، بابدأ إن أنا أحطّه في المصفى وباصفّيه، باقلّب كده بالمعلقة معايا علشان كل الزيت اللي فيه ينزل. وبعد كده باقوم أجيبه وأحطّه على الطبق اللي أنا مجهّزة عليه المنديل وبافرده. افرديه وسيبيه يبرد من هنا لغاية ما هتخلّصي هتلاقي، بُصّي بقى، يعني مش عايزة أقول لِك هتلاقيه مقرمش قد إيه. ومسكّر قد إيه. أنا لا ضُفت عليه لا سُكّر ولا أي حاجة نهائي. عندنا هنا حلة تانية في الوقت ده عايزة حبّيت إن أنا أورّيكم العدس بجبة. صفّيته في المصفى وشطفته كويس، وبعد كده حطّيته في طبق وركنته على جنب. وهنا ال حمُّص الشام ما كان يعني كان لسه له سِنّة فسِبته كمان شوية. الحلة اللي أنا صفّيت فيها الزيت اللي أنا محمّرة فيه البصل، علشان كده باقول لِك زوّدي شوية وما تقلقيش خالص لإن الزيت ده مش هيترمى، أنتِ هتستخدميه. عندي هنا قسمت الزيت في حلتين، حلة هاعمل فيها الصلصة وحلة هاعمل فيها الرز. جبت كوباية ده اسمه إيه؟ قولوا معايا. شعرية.
كوباية شعرية، كتّري من الشعرية في الرز بتاع الكشري المصري، الكشري المصري كل ما تزوّدي فيه الشعرية بيدّيكِ taste حلو جدًا. أي حاجة أنا باقولها بيبقى ليها تكّاية معيّنة بتخلّي من الكشري طعم يجنّن. هنا في الحلة التانية أهو معانا على النار برضه، بابدأ إن أنا أحمّر فيه التوم، زوّدي التوم شوية برضه. إيد هنا وإيد هنا، زي ما يعني إيه، بُصّوا الكشري المصري مش بياخد معايا أي وقت خالص، دايمًا باشتغل في حاجتين مع بعض، حاجتين مع بعض. هنا التومة لمّا اتحمّرت باجيب الصلصة بتاعتي، الصلصة دي أنا بقى يعني زي ما أنتم شايفينها كده هي متلّجة، لإن أنا بقى باعملها من الشتا وبابقى مخزّناها عندي. باستنى لغاية ما الصلصة تفِك خالص على النار، وبعد كده هنبدأ نحط توابلنا. هنا كوباية رز واحدة فقط لا غير مع كوباية الشعرية، يعني حتى كمان لو زوّدتِ شعرية بزيادة ما فيش أي مشكلة، بس أنا باعملها يعني هي كوباية رز مع كوباية شعرية بتدّي حلو نتيجة كويسة يعني. بابدأ أحط ملح وفلفل أسمر حاجة بسيطة خالص، بابدأ أحط المَيّة وبادّيهم تقليبة كده واسيبها بقى على النار، أول ما المَيّة تنشف من عليه باقوم أحطه على نار هادية. هنا بقى التوابل بتاعة الصلصة، التوابل بتاعتي ملح وبهارات، اللي هي بهارات الخضار اللي أنا منزّلة لكم الفيديو بتاعها، اللي هي عبارة عن ملح آسفة، عبارة عن كزبرة وكمون وشطة. بعد ما بتدّي جَلْوة على النار باقوم أبدأ أنزل هنا زي ما أنتم شايفين كده معلقتين كبار من الخل، بس قبل الخل أنا حطيت معلقة سُكّر. معلقة السُكّر دي مهمة جدًا. الأول زي ما أنتم شايفين هنا، شايفين البصل وشايفين المنديل مش متشرّب خالص، شايفين المنديل نضيف إزاي، والبصل مش عايزة أقول لكم ناشف وطعمه جميل جدًا. ال هنا أنا بدأت إن أنا أقدّم، يعني أنا عايزة أقول لكم إن في ناس بتسلق المكرونة في الآخر عشان تفضل سخنة، لأ خالص، المكرونة أهي معاكِ، بتبدئي إن أنتِ تغلي لها شوية مَيّة وتحطيهم عليها قبل التقديم، المكرونة بتسخن معاكِ على طول. عايزة أقول لكم إن معلقة السكر اللي أنا حطيتها في الصلصة مهمة جدًا علشان ما تسببش أي حموضة لل للي بياكل. هنا باحط في البداية المكرونة، وبعد كده ال الرز بتاعنا، وبعدين العدس بجبة، وفوقيهم الصلصة وحمص الشام ال البصل. أنا عايزة أقول لكم إن أنا للأسف الدقة والشطة أنا لمّا عملتهم يعني أنا كنت ركنت الحاجات دي على جنب وعملتهم، وبعد كده لمّا جيت إن أنا أشوف الفيديوهات اللي أنا سجّلتها، اكتشفت مع الأسف إن هُم ما اتسجّلوش، لإن أنا وأنا باعمل الشطة جِبت طرحة علشان أحطها على مناخيري ووقّفت الكاميرا ونسيت إن أنا أشغّلها لمّا جيت أشتغل. بس في أقرب وقت بإذن الله هانزّل لكم طريقة الدقة والعيش المتحمّص والمتّبل بتاع الكشري، لإنه بصراحة بيفرق جامد جدًا مع الكشري المصري. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعّلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرًا جدًا لمتابعتكم.